بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة سهلة وبسيطة. الكبار والصغيرين هيحبوها. كيك بالشوكولاتة أو بصوص الشوكولاتة. يعني لو عندك شوكولاتة اوكي، مفيش مشكلة. صوص الشوكولاتة بيبقى سهل وبسيط ومتناول أي حد ممكن يعمله. المكونات عندنا عبارة عن كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية سمنة على زيت، أو ممكن تعمل بسمنة بس أو بزبدة أو بزيت، كل واحد حسب إمكانياته وحسب مزاجه. بيضتين، فانيليا، بيكنج باودر، كاكاو، ربع كوباية كاكاو، كوبايتين إلا ربع دقيق. يبقى الدقيق والكاكاو عبارة عن كوبايتين. معلقة خل، ذرة ملح. اول حاجه هنبتدي هنضيف البيكنج باودر على الدقيق، ننخله الدقيق منخول طبعا. هنعمل الدقيق وهننخل ربع كوبايه كاكاو على الكوبايتين الا ربع دقيق، يبقى التوتال كله كوبايتين. وذرة الملح، يبقى كل المقادير جافة على بعضها. بس تمام كده، هنقلبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كده أول حاجة هنضيف كوباية السكر وعليها نص كوباية السمنة على زيت. قلنا ايه الموجود عندي، مفيش أي مشكلة، أي حاجة تفرح بيها ولادي. زيت يمشي، سمنة تمشي، زبدة تمشي. زي ما اتفقنا قلنا الموجود عندك يسد، المهم تفرحي ولادك، وبالذات الحاجات اللي فيها شوكولاتة الأطفال كلها بتحبها. يعني الموجود عندك يسد، يعني زي على رأي المثل الجودة موجودة عندك، سمنة شغال، زيت شغال. زي ما أنا بعمل ميكس سمنة على زيت، زبدة، أي حاجة موجودة عندك ممكن تشتغلي بيها، زيت صافي اشتغلي بيه. المهم إن انتي أي حاجة تعمليها لولادك وتفرحيهم، عشان ايه؟ يبقوا مبسوطين وتجبري بخاطرهم. يعني جبر الخواطر مش للي بره بس، للأقربون الأول، ولادك وجوزك وحماتك ومامتك وكل الناس اللي حواليك. وبعد كده بعد ما نضرب هنكسر البيضتين. طبعا بيض يعني فانيليا على طول. فانيليا سايلة. ممكن تضربي مضرب كهربائي، ممكن تضربي في الخلاط. في ناس بتحب كل المكونات السائلة دي هتضربيها في الخلاط، وبعد كده تضيفيها على الحاجات الجافة، ودي أسهل طريقة وفي ناس كتير بتحبها. وفي ناس بتحب المضرب اليدوي كده، تمسك بيه وتشتغل بسرعة زي ما أنا بحبه كده، أو المضرب الكهربائي. بس أنا المضرب الكهربائي بتاعي عشان الحلة بتاعته يعني موجودة مع مش المضرب في ايدي، يعني مبيبقاش في ايدي المضرب، بيبقى محطوط والحلة معايا، فأنا بفضل إن أنا أضرب كده. لكن في بعض الحاجات زي كريم شانتيه والحاجات دي، أو الحكاية المختلفة زي كيكة التورتة وكده، بضربه فيها. المهم النتيجة تطلع معاكي، النتيجة تطلع واحدة اهي بقت زي الكريم اهي. بعد كده هنضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. عايزين يا بنات كمان
ان احنا اليومين دول نستغفر كتير عشان الحاجات اللي بتحصل حوالينا، وبندعي بأدعية كويسة، وندعي بأدعية في دعاء كمان حلو عايزة اقوله لكم. نقوله على طول اليومين دول: اللهم الطف بينا وبكل عبادك في كل مكان، وبعبادك في كل مكان، وكنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم الطف بينا وبعبادك في كل مكان، وكنا واصرف عنا شر ما قضيت. يعني نكسر من الدعاء دوت اليومين دول عشان الزلازل والعواصف والحاجات اللي بتحصل حوالينا دي، ربنا يلطف بينا ويكفينا شرها يا رب. بس كده ضربنا كويس. نحط الدقيق بقى شوية شوية، نحط الدقيق على الكاكاو. الموضوع مبياخدش وقت خالص وسريع. بعد ما نخلص الكيكة وندخلها الفرن هنعمل الصوص الشوكولاتة، وبعد ما تبرد هنضيفها هنحطها عليه. فرحت ولادي زي اي حاجة فيها شوكولاتة الاطفال بيحبوها جدا. ممكن بردك الكاكاو اللي كنتي هتحطي ربع معلقة قهوة بتظهر طعم الكاكاو. يعني لو حبيتي وانتي بتشتغلي كده حطي مع المخلوط دوت ربع معلقة قهوة، هتظهر طعم الكاكاو ويبقى طعمها حلو. دي حسب رغبتك. في ناس ما بتحبش القهوة متحطيش. انا محطتش قهوة عشان في ناس عندي هنا في البيت ما بيحبوش القهوة في الكيك، لكن انا بحبها، بس عشان الكل ياكل فانا محطتش قهوة. خلاص قربنا نكمل اهو. نجيب القالب بتاعنا هندهناه سمنة. قلنا زي ما اتفقنا اللي عندك ادهني بيه، زيت، سمنة، اي حاجة، زبدة، ميكس خليط يعني مع بعضه. المهم ان بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده تمام. نحطها في الصينية او في القالب، هنحطها نولع الفرن على درجة 180 درجة لمدة 10 دقايق، وبعدين هنوطي الفرن نكمل النص ساعة. تمام كده. دلوقتي هندخلها الفرن، الفرن جاهز سخنينه وهندخلها على طول. دلوقتي هنعمل صوص الشوكولاتة قبل ما الكيكة تستوي. عبارة عن الصوص او صلصة الشوكولاتة او صوص الشوكولاتة، عبارة عن نص كوباية سكر مع ربع كوباية كاكاو او معلقتين كبار، ومعلقة زبدة او سمنة الموجودة عندي زي ما اتفقنا كده. كله بيطلع في نتيجة واحدة، وبتاع 4 أو 5 معالق لبن وفانيليا. هنحطهم على النار في حمام مية، ويفضل ان احنا نعمل صينية حمام المية نحط فيها شوية خل، لكن هي خلي الصينية دي حمام المية بس عشان ما تبوظيش بقية الادوات بتاعتي. فهي بس تستخدمي، ممكن تستخدمي اي حاجة فيها حمام مية تستخدميها. تمام. صوص الشوكولاته اهو بيستوي، حطينا كل المقادير على بعضها زي ما اتفقنا.
وممكن لو عايزه تزودي الطعم بتاعه شويه هتحطي له قطعه شوكولاته صغيره خام. بس ايه يعني احنا ممكن نعملها شوكولاته خالص برضه، نسيح حمام، نسيح شوكولاته حمام ميه. بس الاوفر ليكي انك تعملي الايه الصوص ده، ومجرد ما المعلقه تتغطى من ظهر المعلقه كده تعرفي ان الصوص استوى، تدفي على الميه وتطلعيه. استوت قبل ما اطلعها من الفرن اتاكدت ان دخلت فيها الخله كده ما طلعتش حاجه بكده استوت تمام. احنا بس هنخرمها بقى شويه كده عشان صوص الشوكولاته لما تبرد هنحط عليها صوص الشوكولاته اللي احنا جهزناه. بس اهم حاجه قبل ما تطلعي اتاكدي ان هي استوت، طلعت ما فيهاش حاجه، سوي بيها او بسكينه اي حاجه موجوده عندك، هتلاقي مفيش حاجه، يبقى كده استوت وزي الفل. في الحاله دي بقى اول ما تبرد بقى هنحط ايه صوص الشوكولاته عليها. بس هنا وشايفه الكيكه دلوقتي الحمد لله بردت، وصوص الشوكولاته كنت انا عملته زي ما وريته لكم، لقيته مسك شويه فابتديت احطه في حمام الميه تاني، وضفت عليه معلقتين لبن تاني عشان يفك ويفضل يبقى سايل كده زي ما انتم شايفين. فلو حد منكم عمل وحصل معاه كده هيبردك بمعلقتين لبن او معلقتين ميه يفكوا، وبعد كده لحد ايه يدينا القوام اللي احنا شايفينه ده. هنبتدي نصبه على الكيكه. يفضل الكيكه لما تطلع عشان تبقى طرية لما تطلع من الفرن نغطيها عبال ما تبرد، عشان لما بتتغطى بتطرى ما تنشفش مننا. يا رب تكون الكيك يا رب تكون الكيك عجبتكم. وممكن الكيكه دي يا جماعه اللي ما يقدرش يجيب تورتايه ممكن يعملها لابنه يفرحوا بيها في عيد ميلاد ولا اي مناسبه سعيده عندكم، مش شرط يبقى ان احنا هنعمل كيكه وخلاص، لا. لو ابنك نفسه في تورتايه وانت ما تقدريش تشتري له تورتايه ولا اي حاجه او جاتوه، فانت ممكن تعملوا حاجه زي كده وتطفي له الشمع وتفرحيه. اتمنى ان يكون الكيكه عجبتكم. ما تنسوش تكون كيك. دلوقتي حطينا صوص الشوكولاته. يا رب تكون الكيكه عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير. كنتم مع سلوى محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.